السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. منصور رئيس نادي الزمالك. يا سياده المستشار، يا كابتن خالد ازيك؟ ازاي حضرتك، عامل ايه وهارد لك النهارده يا سياده المستشار؟ والله انا قاعد بتعشى في مطعم كده والله يا خالد. لو سمعت اي صوت طالع ده ناس الترابيزات جنبي يعني. لا ولا يهمك يا سياده المستشار. يعني الناس كلها بتشيد بحضرتك وبالروح الرياضيه اللي كانت بعد المباراه، ووجودك في اوضه اللبس مع لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، ويعني شيء طيب جدا طبعا. بص يا خالد، هي الماتش ده اتصدر له ازمات كثيره من الاعلام. واخد بالك منها العدد، مكان الماتش وعدد التذاكر والصحفيين اللي غضبانين والاعلام اللي مش عارف ايه، واخد بالك، ومحمد شبانه. بص يا خالد، لو انت هتفتكر ماتش سان داونز والزمالك، هم الاخوه الاعلاميين جم خدوا التذاكر منين؟ مش جم النادي خدوا تذاكر وجبنا لهم اتوبيسات طلعوا بيها. تمام. هو ده اسمه تسول ولا اسمه انتظام واحترام ليهم هم؟ يعني انت بتحترمهم. قاعد يقول لك لا ده عايز يذلنا، اي كلام، يعني سيبك من الكلام ده كله. لكن هو في النهايه انا راجل مسؤول عن المباراه، لازم تخرج عندك هدف محدد. المباراه دي ما تخرجش باي جروح نفسيه طبعا يعني. لان انت عارف انه الراجل المدير الفني الاجنبي ده كان مشكلته في التاجيل انه خايف من الجروح دي. ان يطلع اللعيبه النهارده مختار 7 أو 8 من نادي الزمالك ويمكن زيهم من النادي الاهلي في المعسكر. فهو كان خايف انه يحصل مشكله بين الولاد تاثر على معسكر المنتخب وتاثر على فريق القومي في جابون ان شاء الله في البطوله الافريقيه. تمام. فانا كنت حريص ان اي مشكله تحصل، اولا قبل ما انزل للولاد كان في بعض المناوشات، بعض للاسف من جماهير الاهلي بدات بشتيمه الزمالك. تمام. فاضطر بتوع الزمالك يرد عليهم. فانا الولد اللي كان بيقود من الزمالك طلعته بره. واخد بالك؟ لانهم ابتدوا يقولوا يشتموا صالح سليم، وقال لي صالح سليم والالفاظ البذيئه، وصالح سليم ماله؟ فانا قلت لهم احنا مش داخلين مباراه شتيمه، احنا داخلين مباراه كره القدم، اكسب في الملعب خلاص. وانت بتلعب فريق الاهلي، ده فريق كبير مش فريق صغير. وعلى فكره الاهلي لم يهزم 17 ماتش، يعني انا مش بلاعب فريق بس اتغلب 3 4 ماتشات. تمام. طب هنا السؤال يا سياده المستشار، حضرتك كنت حريص ان انت ما يكونش فيه لفظ خارج لعائله كابتن صالح سليم طبعا الله يرحمه او للنادي الاهلي، في المقابل كان هناك شتائم من الجمهور الاخر للزمالك. طيب ما كانش ليك تعليق على ده؟ اتفضل. يا بيه انا ما هو بص، انا رحت سكت هنا وسكت هنا. تمام. ودول كانوا بيلتزموا شويه وبيرجعوا، لان انت عارف ان القصه ايه، هو بس واحد يشتم خلاص. انت عارف سياسه القطيع، تلاقي كل اللي في المكان ده بيشتم. واخد بالك؟ يعني احيانا بيقول لك ايه، مدرسه فيها مثلا 200 طالب اغمى عليهم، وبيبقى طالب 2 3 طلبه وكله بيجي بالايحاء. لكن هو النهايه الحمد لله ماتش عدى على خير. كنت اتمنى نفوز، خلي بالك. بس انا رايح الماتش وعارف ان احنا مش هنفوز، علشان انا بتشائم من رقم 13. انا اعتقلت يوم 13 11 87 واتفصلت من القضاء. لما طلعت التلفزيون خد جائزه الدوله في القانون، وزير العدل فصلني عشان طلعت في التلفزيون. كان يوم 13 12 ده الماتش، دي القمه 113. واخد بالك؟ فبقيت اقول يا ربنا يستر، هو 13 ده ورايا ما بيجيش خير يعني. الحمد لله في النهايه انا اعتقد ان الولاد لعبوا الشوط الثاني كويس جدا جدا. ولو كان محمد حلمي لعب الشوط الاولاني بنفس تشكيل الشوط الثاني، اعتقد كان النتيجه اتغيرت. طيب بس هو طبعا عنده برضه نوع من العذر، لان عنده اكتر من لعيب متعور ومش جاهز. عنده علي مصاب، وعلي خلال 15 يوم خلاص الحمد لله راجع، طمنا عليه. عنده مسعد حمزه بقى كويس، عنده مجدي، عنده ستانلي على فكره وما اصابش النهارده. ستانلي انا عارف ان هو مصاب من 4 ايام.
صحيح، وكان عمل رنين مغناطيسي في مستشفى الدفاع التخصصي دي. وحاولوا معاه، لكن انا ما ضحيش بلاعب لسه قدامي 19 ماتش، 17 2 مؤجلين علشان ماتش. واخد بالك؟ عندك محمد ابراهيم راجع من الاصابه، عندك شيكابالا كان راجع من الاصابه، لكن طبعا في اخطاء الجهاز الفني ارتكبها كلنا شفناها. واخد بالك؟ يعني انت النهارده حتى كمان انت عندك اسامه ابراهيم 3 انذارات. هو برضه هو ده خطا انك لعبت اسامه ابراهيم برضه، وانت عارف ان هو في ماتش يعني اعتقد كان صحيح وانت عارف ان هو عنده انذارين، فده خطا اداري وخطا فني. واخد بالك؟ وانت شفت لما شوقي نزل الشوط الثاني كان كويس جدا، واحمد رفعت لما نزل كان كويس قوي. كان كويس جدا. واخد بالك؟ طبعا في اخطاء، لكن احنا في النهايه دي مباراه كره قدم، زي ما انا قلت قبل الماتش على فكره، فيها كاسب وفيها خاسر وفيها متعادل. واخد بالك؟ فريق النادي الاهلي فريق كبير مش صغير، وبعدين الاهلي عنده طلعتين منهم كورتين، يعني انا اسف يعني جولين بصراحه ما يخشوش. يعني حسين شاط فطلعت من علي جبر الاول لو تفتكر، لو شايفها يعني وراحت لمؤمن عايز يوقفها وكده، راح ما راحتش من مؤمن ده، لا ده راحت المفروض لمحسن، مروان محسن. تمام. فمروان قلش فراحت لمؤمن، خلي بالك. يعني انت عارف لو جت راحت لمروان كان دوينش محمود ما هي الاهداف اخطاء يا سياده المستشار. بالظبط. والكورنر طبعا برضو نفس القصه، كره ثابته، لكن في النهايه نقول مبروك النادي الاهلي، لازم نقول مبروك النادي الاهلي. وانا النهارده لما نزلت لهم، لانه طبعا المشكله اللي حصلت اخر دقيقه، طبعا حسام بدري لم يكن يقصد بالمره، لان ده خطا في القعده نفسها. انت مقعد جهاز الزمالك قدام جمهور الاهلي، ومقعد جهاز الاهلي قدام جمهور الزمالك، وده غلط طبعا. فهو حسام رايح يحيي جمهور بتاعه. تمام. فلا قدام جمهور الزمالك. بالك، واعتقد حسام اعتذر عن الموقف. صحيح. لكن في النهايه دي مباراه وعدت في 17 ماتش، وانا قلت مش مباراه. النهارده الشوط الاولاني خلص 2-0، عندك شوط ثاني ان شاء الله في اخر ماتش في الدور الثاني، وعندك بقى ستانلي، وعندك مصطفى فتحي، وعندك كهربا هيكون رجع، لا عندك كوكبه من اللعيبه بقى يكونوا جاهزين ان شاء الله باذن الله، وعلي فتحي طبعا باك شمال هيكون رجع. طيب، وطبعا هو في كمان لعيب مؤثر جدا، محمد مسعد ده من اللعيبه المؤثره جدا. لكن هنا اسالك سؤال يا سياده المستشار سريعا كده، حد بلغك وانت رئيس النادي ان صوت جمهور الزمالك مش مسموع خالص، او المايك بتاعه مقفول او حاجه؟ لا انا في الملعب بقى، انا اعرف ازاي؟ لا ما تعرفش الموضوع ده يعني؟ يعني هو كان قافلين على صوت جمهور الزمالك؟ لا يعني كان مهندس الصوت، كان الصوت جمهور الاهلي فقط هو اللي مسموع، والتشجيع جمهور الاهلي فقط هو المسموع طول ال 90 دقيقه على المباراه على الهواء، وجمهور الزمالك كانه مش موجود. مين المخرج؟ لا انا ما جبت محمد نصر، بس محمد نصر قال لي انا مسؤول عن الصوره فقط وليس الصوت. يعني الصوت ما مسؤول عنه مهندس الصوت، لكن حضرتك ما تعرفش المعلومه دي، ما وصلتلكش؟ لا طبعا، لو الكلام ده كلام انا ما اتفرجتش على ماتش التلفزيون يا خالد. انا هتفرج على التلفزيون لو في الملعب، بس اكيد هتوصل لك المعلومه بعد كده. لا انا بسجل الماتش وبروح اتفرج عليه ثاني يوم براحتي كده. طب اتفرج عليه بقى، اتفرج عليه بتأني بقى عشان بعرف الاخطاء بتاع اللعيبه عشان اعالجها الماتش اللي بعديه كمدير فني. طيب عايز اسال عليك سؤال دلوقتي، رايك في استبعاد باسم مرسي من المنتخب؟ ده جريمه. شوف انا عايز اقول لك حاجه، يعني كوبر ابتدى يبلطج. انت عارف ان باسم عرف الخبر قبل المباراه على فكره يا بيه؟ كوبر ابتدى يبلطج تاني، خد مني انا، كوبر ابتدى يبلطج. يعني هو واخد لعيبه ما بيلعبوش في انديتهم. يعني اعتقد مثلا دويدار هو لعيب كويس طبعا، ما لعبش النهارده واتاخد، واعتقد انتوا كمان هتعروه بعد، او هيتم بيعه بقى في الانتقالات الشتويه على ما اعتقد. يعني هو خد حماده طلبه؟ ايه؟ خد حماده طلبه بس احتياطي. طيب خد حماده طلبه وساب كابوريا؟ خد حماده طلبه وساب محمود حمدي؟ ده مستبعد مؤمن سليمان، وليد مؤمن ووليد. استبعده. ده علامه استفهام برضه، ده راجل جاي بلطك في البلد دي، واخد بالك؟ على العموم دي اختيارات يا استاذ المستشار، بس انا بقول لك على باسم بالذات رايك في استبعاده. نعم، انا بقول لك على باسم بالذات رايك في استبعاده، لان انت كمان كان في كلام ان هو هيروح الصين وهيتم اعارته، هو نفسيا تقريبا النهارده كان محبط جدا. هي اعلنت قبل الماتش،
ولا اتسربت قبل الماتش؟ لا اتعرفت قبل الماتش. اتسربت قبل الماتش. لان هم في لعيبه عملت حاجه اسمها DNA، وهو اختار تقريبا 5 لعيبه او 4 لعيبه من الزمالك يعملوا DNA دي، وما كانش فيهم باسم، فعشان كده عرف. ليه في موضوع نسب ولا ايه؟ حد متهمهم لهم جابوا؟ لا هم مش عارف، في نظام جديد كده. ما دي ان دي بتاعت العيال الصغيره اللي لا بيعرفوا نسبه اللياقه البدنيه او حاجه زي كده، او نسبه دي ان بقى مش دي ان ايه بقى. لا هي اسمها DNA والله. بس هم يمكن اصل DNA دي مش مجرد بس ان انت تعرف، مش مجرد بس تعرف ان ده ابنك ولا مش ابنك ولا حاجه، لا دي حاجات تانية كتير. لما واحده تروح رامي جتتها عليك وتقول لك انا خلفت لك عيلين. ايوه ما DNA بتكشف، بس برضه DNA بتكشف برضه ياخدوا حاجه من تحت اللسان كده من اللعاب. بالظبط كده. انا بعرفك بس يا خالد بس. طيب سياده المستشار، موضوع باسم هل اتقفل موضوع الصين؟ لا احنا